ما دي مشكلة انك لما تقوم تذاكر ما تكونش عارف انت المفروض تذاكر ايه. طب انا المفروض ابدأ منين؟ طيب اذاكر انهي مادة؟ تقوم تذاكر كده، انا خلاص قررت ان انا اقوم اذاكر. طيب قعدت على المكتب، طب اذاكر ايه؟ عربي ولا علوم ولا دراسات ولا اذاكر ايه بالظبط؟ ولا ايه اللي المفروض اذاكره اصلا؟ فهتلاقي نفسك اتسدد وتقول لا خلاص هبدأ بكرة، او تعمل جدول وتقول همشي عليه من بكرة، ويجي بكرة برضه تتحط في نفس المشكلة. طيب ايه هو اللي المفروض تذاكره؟ ايه هو اللي المفروض تعمله؟ المفروض تبدأ منين وتمشي الدنيا ازاي؟ الايام اللي احنا فيها دي ايام مهمة، ودي فرصتك في انك تلم لو انت مزنوق او في حاجة متراكمة عليك. تعالى كده اقول لك المفروض تعمل ايه والمفروض تذاكر ايه وتذاكر ازاي وتمشي دنيتك ازاي الايام اللي جاية، لان احنا خلاص دي فرصة ليك انك تلم اللي فات. بس قبل ما نبدأ الفيديو كده، نصيحة النهاردة اللي هي نصيحة رقم 3 يعني، خلي أولويتك حياتك بس أولويتك، مذاكرتك، شغلك، ترتيب بتاع، هي دي أولويتك، هي دي اللي قدامك. وبعد كده لو فضيت شوف حياة غيرك، شوف غيرك عايز ايه، لكن أهم حاجة حياتك. تمام؟ طيب نبدأ كده. بس لو أنت لسه ما اشتركتش في القناة، اشترك في القناة، يلا كده اشترك في القناة ونشوف الدنيا فين. شوف انت عليك كام مادة في البداية كده، شوف انت عليك كام مادة. علينا مثلا عربي، نفترض يعني عليك علوم، الكلام ده بس لو انت في تالتة اعدادي يعني. عليك دراسات، عليك رياضة، عليك انجليزي. عليك الخمس مواد دول. لو انت في اولى ثانوي زود عليهم كمان اللي هي عربي. لا، ما اولى ثانوي الموضوع يختلف يعني، بدل دراسات خليها تاريخ. ايا كان اولى ثانوي، تانية اعدادي، اولى اعدادي، اكتب المواد اللي عليك. بعد كده هتعمل ايه؟ تعالى لي كده هنا، تقريبا لا شغال شويه. انت هتكتب الكلام ده، اكتب لي هنا بقى جاي المتراكم، اكتبه كده. واكتب لي هنا برضو المنهج. ايه المنهج دي؟ هتعرف دلوقتي. تمام. العربي ماشي، ماله العربي؟ عليك كام درس متراكم فيه؟ عد لي الدروس اللي هي متراكمة عليك في العربي. وليكن مثلا طلع في العربي متراكم عليك 4 دروس، والعلوم متراكم عليك درسين، والدراسات طلع متراكم عليك مثلا 5، والرياضة متراكم عليك 3، الإنجليزي مثلا متراكم عليك وليكن 6 يا عم. هو ده اللي متراكم عليك. حلو. انت دلوقتي اعتبر نفسك بتعمل جدول، بس مش للمذاكرة، لا جدول عشان هتفهم دلوقتي. دي الدروس المتراكمة عليك. حلو. طب انا عايز اقوم اذاكر، المفروض اذاكر ايه؟ انت كده كتبت دول كده. في طريقتين. اول طريقة انك تمسك المادة تعمل ايه؟ تخلصها. تمسك المادة تخلصها كلها، او تخلص المتراكم عليك وبعدين تدخل على المادة التانية. يعني انا جاي اذاكر على 4 دروس متراكمين في العربي، اخلص العربي الاول. ذاكرت 1 بقى 3، ذاكرت 1 بقى 2، ذاكرت 1 بقى 1، ذاكرته كده انا خلصت العربي، ادخل على الباقي. بعد كده علوم، بعد كده دراسات، بعد كده رياضة، بعد كده انجليزي. دي طريقة. الطريقة التانية بقى لو هتاخد المواد كلها مع بعض. انا جاي اذاكر النهارده، اعمل ايه؟ اخد لي درس عربي هيتبقى عندي كام؟ 3، واخد لي درس علوم هيتبقى عندي كام؟ 1. حلو. تمام. كده اليوم خلص. اسمع مني كده يومك خلص. تاني يوم هل هاخد عربي وعلوم؟ لا، انا خدتهم امبارح خلاص، اخدهم تاني. خد لك في الرياضة درس هيتبقى 4. خد لك في الدراسات دي، قصدي يكون دي الرياضة، خد لك درس هيتبقى 2. بس يومك خلص. كده انت يومك خلص. في اليوم ذاكر درسين منهم متراكم عليك. انجليزي، خلي انجليزي وحده في يوم واحد يعني. خد لك درس على شوية، احفظ لك شوية كلمات، هتلاقي الدنيا ظبطت معاك. ايه هو المنهج ده؟ المنهج ده دي الدروس اللي انت بتاخدها فعليا، دي الدروس اللي انت بتاخدها في المدرسة او بتاخدها في الدرس. تمام؟ وليكن هتاخد لك النهارده درسين. عندك درس عربي النهارده؟ لا ما عنديش، كده ما تذاكروش. عندك درس علوم؟ اه عندي. لا يبقى ذاكر الدرس اللي انا خدته. خدت درس دراسات؟ اه خدت، ذاكر الدرس اللي انا خدته.
خدت رياضه العب، خدت انجليزي العب. كده انت هتذاكر ايه؟ هتذاكر المادتين دول زائد المادتين دول. كده معاك 4 مواد، دول بساعتين دول ب3، معاك 5 ساعات في اليوم ذاكرت المتراكم وذاكرت اللي خدته. طب خدت 3 دروس، وليكن مثلا عندك 3 دروس النهارده خدتهم، ذاكر ال3 دروس على درسين متراكم، كده معاك 5 أو 6 ساعات. كده انت تمام. بمعنى اصح تعمل ايه؟ كده انت ظبطت حاجتك هنا وعرفت نفسك النهارده ذاكرت كذا، النهارده كذا، بكره كذا، بعده كذا، بعده كذا، ونبدا تاني من الاسبوع اللي بعده هكذا. كده انت عملت ايه؟ عملت درجتين. في نفس الوقت خدت المتراكم معاك، خدت المتراكم معاك كل يوم درس او كل يوم درس وكمان ذاكرت اللي انت بتاخده في المدارس او في الدروس عشان ما تراكمش عليك تاني. اظن 5 أو 6 ساعات في اليوم مش هيموتوك ولا حاجه. دي الطريقة للمذاكرة لو انت حيران مش عارف المفروض تبدأ منين او تعمل ايه. انا هو قلت لك اعمل الطريقة دي وهتلاقي نفسك. انا النهارده اذاكر رياضة، طب بكرة انا عارف نفسي بكرة خلاص بكرة اذاكر. طالما ذاكرت النهارده 4 علوم خلاص انا عارف نفسي بكرة اذاكر دراسات بالاضافة للمواد اللي انا خدتها. بمعنى ان انا بقول لك ايه؟ ذاكر المواد اللي انت بتاخدها في المدرسة او الدرس اول باول، وخد لك درسين من اللي متراكمين عليك. كده تمام. دي طريقه للمذاكره، وفي طرق تانية ان شاء الله هنعرفها مع بعض الايام الجايه ان شاء الله. لو انت كملت المرحله دي من الفيديو فما تنساش الاشتراك بتاعك ولايك للفيديو عشان زمايلك كمان يستفادوا، واي حد محتاج اي حاجه يكتب لي في التعليقات. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.